الكريمة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب التي تحيي في النفوس مفاخر هذا الوطن ومآثر أبنائه الذين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ننحني بتواضع في هذا المكان الذي يشهد على وفاة شهيد من شهداء الثورة المباركة الذي شرفه الله في الملأ الأعلى وشرفه المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان، ذلك لأنه سقى بدمائه الشريفة أرض هذه الجزائر الزكية طاهرا مجاهدا لتنمو هذه الشجرة التي نعيش ونستظل في ظلها، شجرة الاستقلال. أيها الأحبة في الله، لولا تضحيات الشهداء الأبرار والمجاهدين الأحرار لما استقل هذا الوطن المفدى، ولما عشنا في ربوعه، ولما استنشقنا وعبقنا بنسائم الحرية. فلله الحمد على ما أعطى ولله الحمد على ما هدانا إليه. جزا الله عنا الشهداء خير الجزاء، حيث أنهم ضحوا بأنفسهم، والجود بالنفس أعلى غايات الجود. ضحوا بأنفسهم لأجلنا جميعا. وأحسب والله أعلم أن كل جزائري وفي غيور سوف يحترم الشهداء الأبرار والمجاهدين الأبطال، وسوف يكون له تجاههم مكنون الخير والوفاء والتقدير والإجلال والاحترام. ذلك لأن الاستقلال لم يأتي صدفة أو هدية، إنما جاء بشق الأنفس وجاء بالتضحيات الجسام التي لا يعلمها إلا الله سبحانه عز وجل. فكم عانى هذا الشعب الجزائري في هذه الأراضي من أجل نيل حريته وسؤدده وسيادته وكرامته. الله وحده نسأل ونحن نقف عند هذه المآثر المكانية التي تشهد على وفاة شهيد من شهداء الثورة المباركة لنقول بالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم مثوى هؤلاء الشهداء وأن يدخلهم جناته الفسيحة. اللهم يا رب العالمين أسكنهم الظلال وارزقهم يا أرحم الراحمين طمأنينة والسلام، وجازهم عنا أكرم الجزاء واحفظهم. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد، نسألك أن تهيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين نسألك ببركة هذا الجمع المبارك الكريم أن تمن على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالشفاء التام يا أرحم الراحمين، وأن يعود في القريب العاجل إلى هذه الأراضي الزكية معافى سليما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأن ترزقنا الأمن في البلد والصلاح في الولد، ونسألك أن توفقنا لما فيه الخيرات والصلاح، وأن ترزق دائما حكامنا ومسؤولين البطانة الصالحة التي تدعوهم للخير وتحضهم عليه. اصرف عنهم يا رب العالمين بطانة السوء التي تدعوهم للشر وتحضهم عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا أنا يعني هو نعطيكم تعريف. يعني هي الولاية الأولى والمنطقة الخامسة، هذه المنطقة الخامسة تشمل 4 نواحي. المنطقة الخامسة وشكون كان المسؤول تاعها هو سي محمود قني، سي حفناوي هذايا معاه في المنطقة. معناتها المنطقة هذه عندها 4 نواحي. الناحية الأولى هي تشمل الكويف وحويجبات وبكارية. الناحية الثانية تشمل معناتها المريل وبوخضرة ومرصد. الناحية الثالثة عندها ونزة ومدوروش. الناحية الرابعة المجاهدين كلها يعرفوها، الناحية الرابعة هي صدراطة ومنعظايم تحدها قلمة. هذه المنطقة الخامسة. المسؤولين نتاعها عندما نشأوا وناضوا هما من بوخضرة، المسؤولين كما سي حفناوي قنز هذا كان النايب، نقولوا نحن مثل علي بوخضرة كان النايب مع سي محمود. الناحية الثانية شكون كان المسؤول تاعها هو خريف والشافعي هوام. معنى الناحية الثانية الأولى صالح نندوشين وسعد قسطل. من هنا الناحية الرابعة المسؤول تاعها علي بن إبراهيم
الناحية الرابعة وجميل رابح. وهذه هي هذا السيد عندما كان متوجه من ناحية زويتين قاصد مشتى ذي مشتى جنينية وعاقب المشتى ولاد خضراء، لكني كانت امبيسكات نتاع العدو قدر الله توفى، كان السلاح بيده، لكني كاين معاه واحد مواطن مكاحلية محمد بن عبد الله، معناتها في الوقت اللي هزوا على حسب الاقوال هز الانبليسي سي عمارة عزري راه كوماندا رايد ومازال على قيد الحياة. عندما لقاه الاستعمار المجاهد هذاك شعبي شهيد استقبل الاستشهاد وما ينجمش يتكلم بأخيه. والنهار هذاك كانت معركة كبرى ما بين زويتين ومصيدة، ومعناتها كانت طائرات وكانت يعني معركة كبيرة وكانت مات فيها مجاهدين. ولكني نحن باش نطول ونحكوا على التاريخ انا اعطيتكم يعني بسطة. لا يعطيك الصحة. بارك الله فيكم ويرحم الشهداء، وماذا بيكم تتحدوا وكونوا متحدين مع بعضنا وننهوا شوية على المنكر ونعدوا البلدية تاعتنا ونكونوا في وراء المسؤولين نتاعنا. وماذا بيكم من هنا تتوجهوا للتكميلية للثانوية باش يكون التكريم نتاع أبناء اللي راهم ناجحين وليداتنا اللي يدوا الباك واللي يدوا الشهادة الابتدائية وفيهم مجاهدين اللي كرمناهم قبل، وكاين مجاهدين كل إنسان اللي يحمل السلاح وعاون الثورة نتاعنا وين كنا نحن هما المركز نتاعنا هو الشعب اللي كان يمول فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.